حكاية غريبة طفت على السطح فجأة، وصفحات السوشيال ميديا النهاردة ملهاش سيرة غير عمنا طارق أبو خلف. طارق أبو خلف رجل أعمال شريف. طارق أبو خلف ضحك على المصريين. أبو خلف مستريح، بس مش زي المستريحين المحليين بتوعنا، ده مستريح عالمي يا مان. بوستات كتير وتعليقات أكتر، لكن مين هو طارق أبو خلف اللي الناس بتتكلم عنه ده؟ طارق أبو خلف للي ما يعرفوش هو شاب أردني الأصل، يعني من مواليد الأردن، وبيتكلم عربي ومصري لبلب زينا كده بالظبط. أبو خلف معاه الجنسية السويدية، وهو صاحب شركة جود بوك للمنتجات الغذائية. هو ده الراجل اللي تسمعوا عنه، اللي كان بيبيع إزازة الزيت ب10 جنيه في شبرا، واتعملت له فيديوهات كتير على الفيس وتويتر. وكمان كان بيبيع كيس الرز ب12 جنيه، في حين إنه كان بيتباع في السوق ب22 جنيه. يعني الراجل بيبيع أرخص من وزارة التموين نفسها. أبو خلف تعاقد مع بعض المصانع المصرية إنها تورد له زيت ورز وسكر وبعض المنتجات الغذائية اللي هي عصب حياة المواطنين، وهو بقى بيحاسب المصانع بأسعارها اللي بتطلبها منه، لكنه بيبيعها للمواطنين بنص الثمن أو أقل حبتين. يعني الراجل كان مهموم بالغلابة. الراجل ده قرر إنه هيوسع نشاطه وفتح باب التوكيلات للي عايز. يعني لو عاوز توكيل شركة جود بوك ادفع مبلغ كتأمين أو أي مسمى آخر، المهم إنه مبلغ لا يسترد إلا عند فسخ العقد لو مش عاجبك طريقة التعامل. وطبعاً اللي هيعمل توكيل معانا هياخد البضاعة بنص تمنها أو أرخص من المصنع بذات نفسه بحوالي 25%. العرض كان مغري بصراحة. المهم إنه في بعض التجار اتعاقدوا مع الراجل وأخدوا بضاعة بالفعل، وذاع صيت عم أبو خلف في بر المحروسة على إنه حامل هموم الغلابة المصريين، مع إنه أردني ومعاه الجنسية السويدية. فجأة وبدون أي مقدمات الأستاذ طارق أبو خلف اختفى فص ملح وداب. ده مش بس اختفى، ده قفل الأكاونتات بتاعته وأصبح في خبر كان وأخواتها. طبعا الناس في شبرا بدأوا يسألوا عليه، ومن شبرا لمبابة الفيصل لبني سويف، والموضوع وصل أسوان. الكل بيسأل على أبو خلف ومش لاقيين إجابة. فجأة تاني عمنا أبو خلف طلع ببث مباشر من خارج مصر، وبيقول فيه: أنا حالياً في السويد ومش راجع مصر تاني غير بعد 10 سنين، وأنا مش نصاب زي ما الناس بتقول عليا، أنا صاحب توكيل وبراند اسمه جود بوك. وحكى إنه في ناس قدمت بلاغات فيه، وإنه تعرض للتحقيق والتحقيقات لم تدينه بأي شيء، لكنه قرر إنه يسيب مصر مؤقتاً علشان زعلان من بعض المصريين اللي هو كان بيبيع بخسارة علشان يخفف عنهم الغلاء اللي هم فيه، لكنهم مع الأسف كانوا وحشين وقابلوا الإحسان بالنكران وبلغوا عنه. وطبعاً بعد الفيديو بتاع أبو خلف السوشيال ميديا ولعت من جديد، والناس انقسمت بين فريقين. فريق بيقول ده مستريح، بس مستريح عالمي، أخد القرشين وفلسع. وفريق تاني بيقول مفيش حد من اللي أخدوا منه توكيل اشتكاه حتى الآن، إذن هو معلهوش أي شبهة نصب. يعني مثلا واحد كتب بوست قال فيه: على فكرة أبو خلف هو اللي اتعرض للنصب من مجموعة من المصريين، أخدوا سياراته اللي كان بيبيع عليها الزيت والسكر والرز، ومحدش وقف معاه من المصريين اللي كانوا بيقولوا عليه ملاك. وكمان المحكمة الاقتصادية لم تدينه بشيء، ومكنته المحكمة من الخروج بعد أن قام بسداد ما عليه من أموال المودعين. ولما خرج من المحكمة معرفش يحصل على سيارته، وكمان إعلاناته في معظم ربوع مصر، علشان كده أخذ بعضه وسافر. ولو هو مدان ما كانش ممكن حد يسمح له بالخروج من مصر أصلاً. واحد تاني رد على تعليق وقال: يا عم ده لسه منزل فيديو وقال إنه دوره في مصر انتهى وإنه رجع السويد، يعني أمك في العش ولا طارت، واللي له حاجة يروح السويد يقابله. التالت بقى قال لهم: ما هو طالما هرب يبقى أكيد في ناس هتحاسب على المشاريب من اللي أخد منهم فلوس وفلسع. الرابع رد عليهم: ده متصور مع مسؤولين وعلى راسهم وزير التموين وناشر الصور على صفحته، وكمان متصور مع مشايخ وعلى راسهم الشيخ محمد حسان والشيخ عبد الله رشدي، وعلشان كده الناس وثقت فيه، والمفروض هم دول اللي يحاسبوا على المشاريب. أما الخامس الهادي الرايق المتأني ده قال لك إيه بقى؟ طالما قفل صفحته على الفيس وسافر فجأة كده يبقى أكيد وراه مصيبة. إحنا قلنا كده، لكن الناس كانت بتدافع عنه. أما أنا بقى كده كشخصة، فسؤالي هو إحنا ليه مش بنفوق غير بعد ما المصيبة تكمل وتحصل؟ يعني سواء الراجل ده مستريح ولا مش مستريح، هو في حاجة اسمها إزازة الزيت ب10 جنيه فعلا، وعلى رأي المثل: طمعان جه من له بيت فلا سنجي سكن له فيه.